السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد. الفيديو النهاردة عن ترند دلوقتي مشهور اللي هو ام جاد وهبة. ام جاد وهبة كنا بنتساءل ايه اللي هيحصل معاها او ايه اللي حصل معاها، خصوصا في البلاغات كتير اللي اتقدمت ضدها بسبب الفيديو اللي عملته والحاجات اللي طلعت ترد بيها وكده. دلوقتي من 3 ساعات نزلت النيابة العامة المصرية بوست موثق على صفحتها الشخصية. البوست ده هقرأه لكم عشان تعرفوا يعني ايه اللي صدر فيه، يعني عشان ما اقولش كلام من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. البوست بيقول: النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار صاحبة قناة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي موقع التواصل الاجتماعي المتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وإنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معه، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة. وقد تزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها 3 من أطفالها الذين استنطقت 2 منهما على الواقعة، وإنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والإتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر. وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات، حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي محافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته. وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها وجاري استكمال التحقيقات. للناس يا جماعة اللي ما فهمتش الكلام قوي، يعني دلوقتي النيابة العامة وجهت لها تهم، تمام، تهم اللي هي هتك العرض والإتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح، تمام. وده ممكن يعرض حياتهم للخطر. كل التهم دي اتوجهت لها، وهم دلوقتي بيتواصلوا يعني مع محافظة القليوبية بحيث ان هم ايه كل المعلومات اللي هي مقدمة نحوها، يعني عشان عاملين لها ضبط واحضار. يعني هو طلع دلوقتي امر ان هو ايه ضبط واحضار عشان يستجوبوها ويستكملوا التحقيق. انا اول ما شفت الخبر ده انا بصراحه انا كنت مؤيده جدا ان هم ياخدوا ضدها قرار وان هي تتسجن وان هي تتعاقب وان هي ازاي كده وكل الحاجات دي، وانا كنت قلت ده في فيديو قبل كده. بس انا اول ما شفت الفيديو ده والله قلبي وجعني، يعني انا اتضايقت جدا. اللي هو ان هو هي حامل، يعني هي لو اتمسكت بس كده انا ما اعتقدش ان هي تطلع. هتقعد بقى يقعدوا يجددوا لها 4 ايام في مش عارفه في 14 يوم في مش عارفه في كام، فما اعتقدش ان هي تطلع غير لما تتحاسب وهي حامل وهي عندها اطفال صغيرين بترعاهم. يعني انا والاطفال كمان هيبقى موقفهم عامل ازاي لما يشوفوا مثلا مامتهم بتتاخد من وسطيهم وهما مش فاهمين حاجه انا برضو، بس يعني اللي هو انا مش عارفه اللي هو ايه اتعاطف معاها وازعل عشانها، ولا اقول الحمد لله ان في قضاء بيجيب لنا حقنا وبيجيب حق فعلا الناس اللي هم بيطلعوا يشهروا بولادهم وبيطلعوا يعملوا حاجات كتير وحشة وبيطلعوا زي قبل كده كتير ناس اتاخدت من على اليوتيوب وحاجات كده كتير. بس هي الناس ما بتتعظش، يعني كل واحد، يعني هي حتى لو كانت اتعظت من اول فيديو كانت نزلته وبعد كده قالت يا جماعه انا اسفه خلاص حصل خير وحقكم عليا وانا كنت بقول اي كلام اي حاجه اتسرب لي الفيديو اي حاجه، كانت قالت اي حوار اي كلام. لكن هي طالعه في كل فيديو على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل حته تقول ايوه يا جماعه هو ده حصل وتجيب كتاب الله وتحلف عليه. انا مش يعني هي مفيش حاجه مش هتعرف تنكر حاجه، مش هتعرف مثلا ايه تفلت من حاجه. هي معاهم، هما النيابه العامه كاتبه ان هما اطلعوا على الفيديو، يعني هما شافوا الفيديو اللي هي بتقول فيه كده، فهي هتنكر ايه بقى؟ يعني مش عارفه يعني هي هتعمل موقفها هيبقى عامل ازاي، ان هي واحده حامل وفي عيالها اللي فضحتهم
كمان امهم هتتسجن، وولادها الصغيرين امهم هتتسجن، وابنها اللي في بطنها ده هيطلع كده ازاي؟ هيطلع في السجن، هيتولد في السجن. انا مش عارفة. يعني انا والله انا بتمنى ان هي تتعاقب على اللي هي عملته، بس بطريقة تانية غير ان هي تتسجن. يعني هي تتعاقب، يعني هو ربنا يرد لها كل ده. هي مثلا حتى لو، يعني ما اتمناش لحد الفضيحة، بس هي لو يعني حتى لو هي اللي عملته ده يتعمل فيها، يعني اهون بكتير من ان هي يحصل لها كده. انا بجد انا متضايقة، لان هي ام برضو، وهي ايه، آه يعني غلطت غلط كبير جدا جدا جدا، ما مفيش حد يعني ما سمعتش عنه قبل كده، وطبعا كلنا اتفاجعنا بسببه. بس هو يعني لعله درس ليها والناس كلها اللي هتحاول بقى، اللي كانت ممكن تاخد الترند بتاعها ده وتطلع تقول ده عيالي وده مش عارفه ايه وكده. فالحمد لله ان احنا برضو تحت قانون يعني بيجيب حقنا واللي هو ايه ماسك البلد، مش اللي هو كل واحد طالع عايز يعمل اي حاجة، عايز يتكلم عن عياله وعايز ي... لا. وعلى فكرة في قبل كده 2 يوتيوبر يعني اتحبسوا بسبب برضو ان هما كانوا بيعملوا حركة مع بنتهم في الفيديو، ان هما كانوا هيوقعوها او كده يعني، او كانوا بيرفعوها او حاجة زي كده. وبرضو تحولوا للتحقيقات وكده وحاجات من دي، بس هما طلعوا. بس اصلا الفيديو ما كانش فيه اي حاجة، لكن هما يعني هي دي اللي عاملاه فظيع فظيع يعني فظيع. فانا مش عارفة مصيرها ايه يعني. بس هو خلاص طلع ضبط واحضار باسمها، خلاص خلاص مفيش مفر، هي هتتجاب. هي هياخدوها ويستجوبوها. بعد الاستجوابات دي بقى ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيتم؟ هتتسجن، هتطلع، هيفرجوا عنها، هيتوجه لها تهمة فعلا. ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم. لو في اي جديد انا هقوله لكم فيديوهات تانية. بس كده. لو لسه اول مره تشوفوا القناه، يا ريت تشتركوا في القناه، ويا ريت تكتبوا لي كومنت لو عرفتوا اي حاجه جديده، ممكن برضو نقولها للناس يعني عشان كل الناس بتتساءل. كان معاكم ساره، باي باي.